السلام عليكم. بعد التفاعل الكبير اللي الفيديو جابه اللي انا نزلته وانا شغال طلبات، فقلت اعمل لكم جزء تاني من الفيديو. وده فيديو النهارده وانا شغال يوم الجمعه. نفتح دلوقتي الابليكيشن بتاع طلبات ونشتغل يوم الجمعه ونشوف الشغل عامل ايه. اهو الابليكيشن اهو. نفتح. احنا متاخرين على الشفت كان المفروض يبدا 10 وانا نازل الساعه 1. طبعا ده غلط، بيقلل من التقييم، بس انا كان غصب عني يعني. دينا فتحنا اهو. نشوف هنقعد قد ايه اول ما يجيلنا اوردر. كده فتحنا كده، هو مادام جايب لنا يعمل كده خلاص. هو الشفت بتاعنا بدأ. هو الشفت كده هيخلص الساعة 7. انا طبعا فاتح الساعة 2، فانا هزود اشتغل 12 ساعة النهاردة. هبعت دلوقتي على الجروب اقول لهم خلوا لي الشفت ده مكان دي يخلص 2. طبعا اول ما فتحنا جالنا اوردر على طول. هنروح نستلمه منين؟ هنستلمه من هنا. بعد ما نستلمه هوريكم هو رايح فين. يلا بينا. بص انا استلمت الاوردر. بص رايح فين؟ اخر الشارع. انا حوالي 100 متر 150 متر. نروح نوديه ونسلمه ونستلم غيره. بص حساب الاوردر بيبقى مكتوب هنا. انا معظم العمال فيها اسانسيرات، فانت ما تطلعش سلم. طبعا اول ما ننزل ندوس كده. واحنا كده وصلنا الاوردر. يعني المفروض ندوس تأكيد التوصيل، بس انا مش هدوس دلوقتي لان انا لسه نازل اروح اشرب كوبايه قهوه واسيب الاوردر من غير ما ادوس تأكيد توصيل. طبعا احنا جبت كوبايه القهوه دلوقتي. اهم نقطه وانت داخل على العميل يكون معاك فكه. فاهم ليه؟ لان في عملاء اول ما تقول له معيش فكه يحسبها غلط، يحسبها ان انت ايه، عايز تضحك عليه. بس انا مثلا ال10 ساعات بتوعي مثلا في طلبات او 12 ساعه بكسر ال 500. فانا اكيد مش هبص ال2 وال3 وال5 جنيه او حتى 10 اللي بيسيبها العميل. بس فانت لازم يكون معاك فك عشان ما تتحطش في المواقف اللي زي دي. بص خلاص انا كده شربت القهوه وخلصت. بدوس تأكيد. بس كده اهي وصلنا اول اوردر. هنستنى بقى يجيلنا واحد بعديه على طول. بص الاوردر ده 749. احنا وديناه بس هنسلمه. ده بتحصل فلوسه من العميل. طب الفلوس دي بتروح فين؟ بتفتح المحفظة. انا كان ليا فلوس اصلا على المحفظة، هما يخصموها ويحطوا الباقي اللي له. ديت فلوس الشركة. المحفظة دي المديونية اللي عليك. بتوردها ازاي؟ تروح اخر اليوم في فوري، تجيب الملف الشخصي بتاعك، هيظهر ايه الاي دي. الاي دي ده تروح بقى ايه في اي حد اي مكنة فوري، تجيب تكتب الكود بتاع طلبات وتكتب الاي دي وتروح مورد الفلوس اللي عليك. بتخصم منك ايه في نفس الثانية، تلاقي الفلوس اتخصمت من هنا على طول. بس ادينا اهو شغالين. عملنا اوردرين. اول ساعة عملنا اوردرين كمان. شربنا قهوة يعني ممكن كل اوردرين خدوا منا ساعة الا ربع او ساعة الا تلت، ولان انا وقفت شوية وشربت قهوة وكان في مشكلة وكده وقفت اتفرجت عليه. طلبات ما فيهاش شغل وما فيهاش فلوس. بص ده الاسبوع اللي بعد العيد. ده كمان انا تقييمي مش اعلى حاجة. موصل 114 طلب ب 2500. وكمان شغال شغلانة تاني جنبها وكان عندي امتحانات والاسبوع اللي بعد العيد بقى. طب اسبوع العيد نفسه، اسبوع العيد 4450 159 طلب. طبعا كان في بونص الشركة منزلاه 1800. دي الاكرامات اللي بتتساب على المحفظة 300. هذا هو جالنا اوردر من المطعم. طب المطاعم بتبقى بعيدة؟ لا. بص احنا فين وجالنا الاوردر فين. هنروح اول ما يدينا هنا ريدي، يعني كده الاوردر جاهز. نروح
نستلمه وندوس هنا نصور الاوردر وندوس استلام، يروح جايب لنا الوجهه بتاعه العميل على طول، نروح نوصله بس. يعني هي دي طلبات باختصار. اهو بص كده الاوردر جاهز، هنروح نستلمه ونروح نوديه للعميل. وقت الساعة 10، ده مش عارف تقريبا الاوردر رقم 15 او 14 مش عارف. لما نستلمه نفتح الابلكيشن ونشوف. عاملين اكتر، عاملين 17 اوردر. القاهرة بالليل جميلة أوي. هنقعد ناخد بريك دلوقتي ونشرب قهوة. كده اوردر رقم 19 في تقريبا لسه مكملناش ال10 ساعات، 9 ساعات. طبعا عاملين 18 اوردر، واللي هنسلمه ده لسه مسلمتوش، يبقى كده 19. عاملين حوالي 300 جنيه. هو في العادي المفروض يعملوا 400، بس عشان انا الباتش بتاعي التقييم بتاعه يعني نحاول نظبطه الاسبوع ده. بس كده نسلم. كده عاملين 19 اوردر حوالي 300. هما في العادي يعملوا لهم سكة مثلا 400، بس ايه تقييم واقع. هتقولي طب تقييمك واقع ليه؟ لان انا بصراحة مش ملتزم في الشغل، ان انا معايا شغل تاني ودراسة وصور محتوى، اصلا باجي على نوم مش هاجي على شغلي يعني. الحمد لله. بس انت بقى تنزل تشتغل اصلا حتى لو شغلانة اساسية 9 ساعات تعملك فيهم 400، و12 ساعة لو انت معاك عجلة تكسر 600. 12 ساعة بمكنة مثلا 800 900 لو انت قديم تعمل فيها 1000. طبعا التقييم بيتحسب كل اسبوع. اول ما يبقى ده 1 تقبض على اعلى تقييم، 2 بعدها 3 بعدها 4. احنا 3 ان شاء الله. الاسبوع الجاي نبقى 2 ونشد حالنا نطلع 1. انا شفتي خلاص قرب يخلص. انا شفتي المفروض يخلص الساعة 2:30، يعني كده يبقى شغالين 12 ساعة. شوف بقى على الساعة 2:30 على 12 ساعة باتش 3 اللي هي اقل تسعيرة في طلبات، نشوف احنا عملنا كام. لحد دلوقتي شغالين 9 ساعات. جالي اوردر من كريبو اهو، وانا بتكلم لسه بسلم الاوردر. جالي اوردر من كريبو، طبعا ده فيزا. بص ده لا بتدفع في المطعم ولا بتدفع عند العميل، العميل محاسب بالفيزا. انت جديد بقى مش عارف، انا عارف المطعم فين، ده كافيه اصلا. بس لو انت جديد بقى تمشي ازاي؟ هتروح دايس هنا كده يروح فاتح لك الماب على طول. بص هنا يروح فاتح لك اللوكيشن لحد عنده. طبعا المسافة اصغر من ده، هو فاتح لك كده لوكيشن لو انت معاك مكنة. مسافة اصغر من كده بكتير، يعني احنا هنختصرها في شارعين، بس انت لو معاك مكنة بقى تضطر تمشي قانوني ده كله. بس هنحولها عجلة. تحول ازاي؟ مش عارف هي بتتحول ازاي، بس اتحرك عليه دلوقتي. اداني الاوردر عامل ازاي من غير شنطة. المشكلة ان هو رايح بعيد شوية مسافة، نتعب بقى عشان نحافظ عليه. الاوردر ازاي؟ يعني اي غلطة هيروح مدلوق. يا لهوي اتشنت من الاوردر ده. كنت عامل حادثة كذا مرة اصلا، طبعا انا ماسكه بايد وسايب بايد. طبعا في صندوق تبع طلبات بس انا مرضيش البسه، بلبس الشنطة دي بحط فيها الباور، الشاحن، الموبايل التاني ده اللي انا بصور بيه بحطه في الشنطة برضه، والشاحن بتاعه. ولو امي راضية عني بتديني اكل كده يعني. دي الحلقة. طلع لي عميل خليجي خربان خالص. طبعا اللي شغال الشغلانة دي عارف يعني ايه خربان، يعني ربنا يتوب علينا منها الشغلانة دي بسبب الاشكال اللي احنا بنشوفها. ربنا يهديه. انت هتشوف من الاشكال دي كتير، يعني لو
انت ايمانك مش قوي متشتغلهاش. بص احنا دلوقتي شغالين 9 ساعات من 2 ل 11، 9 ساعات. عاملين كام بقى؟ 300. المفروض عاملين 20 طلب، المفروض يبقوا 400، بس احنا عشان باتش 3 فبيتخصم مني من كل اوردر 5 جنيه عشان انا باتش 3. انت بقى تبقى شغلانتك الاساسيه، فانت تحافظ على التقييم بتاعك، ما تغيبش، تقبل كل الاوردرات. بس انا يعني انا غصب عني، مش فارق معايا، شغال شغلانتها فدي بتسند دي يعني بالنسبه لي. بس فانت تبقى تقييم واحد في 9 ساعات 400 جنيه مثلا. 12 ساعه انا كإلياس انا بكسر ال 600 لو اشتغلت 12 ساعه، لو باتش واحد يعني، لو التقييم بتاعي واحد. بس طبعا عشان احافظ العناوين انت ممكن يعني تجيب ال 500 عشان احافظ العناوين وكده، وما بمشيش على اللوكيشن. مش انت تيجي اول اسبوع 2 تمشي على اللوكيشن، بعد كده الدنيا تظبط معاك. احنا معانا اوردر من سيتي كريب، الاوردر فيزا برضه يعني، لا هندفع عند المطعم ولا هنحصل من العميل حاجه، هنستلمه دلوقتي وتوكل على الله. نزلت شغل بالليل، استلمناه من هنا هنوديه اكتر شويه، فده حلاوه شغل بالليل، الدروب بتبقى قريبه. النهارده اشتغلنا 10 ساعات، 28 طلب، 464. دول لو انا التقييم بتاعي واحد كانوا عاملهم مثلا 650 700. بس بص هنا جالي اوردر بعيد، يعني هو السيستم ما بيشوفش النيل، فانا هضطر اطلع كوبري وانزل، فانا مش هروح. ففي الحال ده هنعمل ايه؟ هنكلم الدعم، نخش نقول له ان مسافة الاوردر بعيدة فهو يشيل الطلب من علينا. انا كتبنا له مسافة الاستلام بعيدة، تواصل مع فريق الدعم. بص انت في نفس اللحظة هيرد عليك على طول. بص هو رد هيقول لك تمام ويروح شايل لك الطلب على طول. هو بيقول لي هيتم مراجعة المسافة، وأول ما يراجع المسافة هيروح شايل الأوردر. عم بلغني إنه هيحول الطلب حالا. هو كده الطلب المفروض حل. بص كده الطلب اتحول. ناخد بريك لأن أنا خلاص بقى الشفت حوالي ربع ساعة، فأنا هروح. قد فيها عيوب زي أي شغل فيه عيوب، بس صدقني مميزاتها أحسن من عيوبها ب100 مرة. يعني المميزات بتاعتها مغطية على عيوبها. يعني مين بيعمل مثلا دخل 15 و20 ألف في مصر حاليا غير بتاع طلبات؟ بس ما تسمعش. يعني انا اول ما نزلت الشغلانه دي اول شهر بسبب اللي انا كنت بسمعه والشكاوي انا كنت هسيب الشغل. انا شغال بقى لي 4 سنين، بس بعد كده عرفت ان في ناس بتفضل يعني ايه ما بتحمدش ربنا لحد ما النعمه تزول من وشها. يعني معظم الناس اللي كانت بتقول طلبات وحشه ومش عارف ايه، في ناس منها اتوقفت بسبب ان هم بيعملوا مشاكل، مش عشان بيقولوا طلبات وحشه ومشاكل مع عملاء ومع مطاعم كده. في ناس اتوقفت، فالناس دي كانت عملت المستحيل عشان ترجع تاني. طب ما طلبات وحشه، انت خلاص يعني هي جات لك اهي وتوقفت، شوف شغلانه غيرها. كانوا بيعملوا المستحيل عشان يرجعوا يشتغلوا في الشركه تاني. فما ترميش ودنك لحد، ما تسلمش ودنك لحد، انزل وجرب واحكم بنفسك.